عطاتنا تصرفيقه وعطاتنا درس. نتمنى انه يفيقنا، حيت واخا لعبتي الكارت فينال كنتي تقدر تخرج ب مابغيتش نقول شوها، ولكن تقدر تخرج بصدمه اكبر بالنسبه للعشاق، لانه كل ما طلع المنتخب من دور الى دور كتكبر الامال. كان الجمهور يقدر يجيب بالالاف اكثر من اليوم ويزيد الصدمه ديالو تكون اكبر قدام السنغال ولا اوغندا. انا كنقول اليوم خرجنا باقل الاضرار، كشفتنا البنين على الحقيقه ديالنا، وحنا كاعلام والله ما خبينا على الجمهور. احنا ما كناش باغيين نتسماو اننا كنشوشوا، لانه ما كاينش شي واحد يخرج يغرد خارج السرب وهناك انتصارات وسياده مجموعه يتسمى هذا وماله وكذا وكذا. احنا قلنا غير شويه عن بعض الاسماء راه ما خصهاش تلعب، كان خاصو يلعبوا ناس في البوندوتوش وقدموا مواسم محترمه وكذا، ناضوا لنا بزاف الناس. ولكن على العموم انا كنعرف انه احنا عاطفيين بزاف كجماهير، ولكن خاصنا دراسه علميه بحته لهذا الشيء اللي وقع، حيث نقدر نكرر لك هذه الهضره عمر في الكاميرون العام بعد عامين. ما بغيتش نكررها، بغيت انا كجيل نفرح. احنا كنعرقوا كحساب لهم راه مرفهين ولا مش التغطيات الاعلاميه ما راه مرفهين ما والو. حنا كناكلوا العصا في التغطيات الاعلاميه، كنجوش في اي بي، كنجو عاديين وكنحاولوا نقلوا صوره جميله، ولكن كتبقى هذيك الجائزه ديالنا كاعلاميين وسيرتوا الشباب. انا باقي كنقول عن راسي شاب، الجائزه هي هذيك الفرحه مع المنتخب الوطني، كتنسيك بكل شيء. اليوم ما فرحناش ما عرفتش، وانا ان شاء الله هذه اخر كاس افريقيا كنغطيها.